ليه بحس ان الانجليزي صعب ومش بعرف اتعلم انجليزي او مش بعرف اتكلم انجليزي؟ طبعا السؤال بيتسأل كتير. الفكرة ان عشان نقول ليه الانجليزي صعب، في شوية حاجات مهمة جدا لازم نحطها في الاعتبار شوية. لما حد بيتكلم لغة جديدة او بيتعلم لغة جديدة غير اللغة اللي هو بيتكلم بيها الاصلية، لان اللغة اللي بيتكلم بيها الاصلية هو اللغة اللي بيفكر بيها. فطبيعي ان لما حد بيبدأ يتعلم لغة جديدة غير اللغة اللي هو بيفكر بيها، اللي هي المذر تانج بالنسبة له، بتبقى في حاجات فيها بتبقى سهلة جدا وحاجات بتبقى صعبة جدا. طبيعي ان الحاجة السهلة جدا بتبقى الحاجة المشتركة بين اللغة اللي الشخص بيفكر بيها واللغة اللي الشخص بيتعلمها جديد. لو الفكرة مشتركة هنا وهنا اكيد ما بتبقاش فيه مشكلة. بتبقى دايما الصعوبات لما يكون في اختلاف بين اللغة اللي الشخص متعود يتكلم بيها اللي هي بيفكر بيها، وبين اللغة التانية اللي هنعتبرها جديدة اللي هو بيتعلمها جديد. هنا بتبقى مش الصعوبة، هنا بتبقى الفكرة، هنا بتحتاج تركيز شوية. يبقى احنا نبدأ نفهم ان دايما اللي بيخلي لغة معينة فيها حاجة او فيها درجة من الصعوبة او في احساس انها صعبة، ده بيكون بسبب اختلاف بين اللغة الجديدة وبين اللغة الأصلية أو المذر تانج اللي الشخص بيفكر بيها. من أول الحاجات ومن أكتر الحاجات ومن أهم الحاجات اللي بتقابل الشخص اللي بيتكلم إنجليش أو بيتعلم إنجليش، من أول الحاجات اللي هي بيبقى فيها فروق بين الإنجليش والعربي كمنطق لغة نفسها. إزاي؟ وهنترجمه بأمثلة برضه عشان تبقى الفكرة واضحة لنا قوي. اللغة العامية المصرية أو العربي بشكل عام، في حاجة اسمها جملة اسمية. الجملة الاسمية مبتبقاش فيها فعل، بتبقى مبتدأ وخبر. بمنطق العربي هي مبتدأ وخبر، دي جملة بتبقى سليمة في العربي. لكن في الانجليش، مش بس في الانجليش، كل اللغات الأوروبية الغربية مفيش حاجة اسمها جملة اسمية. كل اللغات الأوروبية الغربية مفيش حاجة اسمها جملة اسمية، يعني جملة مبتدأ وخبر مفيهاش أفعال، مش ممكن. ده أهم حاجة. المفتاح ده لو أخدناه من أهم المفاتيح اللي تخلينا نقدر نتكلم انجليش كويس. لوجيك او فكره ان اللغات الاوروبيه الغربيه كلها بما فيها الانجليش طبعا مفيش حاجه اسمها جمله اسميه، مفيش حاجه اسمها جمله ما فيهاش فعل. يعني ايه؟ for example this is my pen. this is my pen. انا قلتها بالانجليزي ازاي؟ this is my pen. this is my pen. is اللي هو verb to be اللي هو يكون، يعني ده يكون قلمي. my pen is red. my pen is red. بالعربي بقول هذا يكون قلم او هذا يكون قلمي. ما بقولش يكون، بقول هذا قلم، ما بقولش يكون. في العربي الجمله ما فيهاش افعال، دي حكايه مهمه قوي. فبليز نحاول نتمرن عليها كتير عشان دي هتفرق معانا كتير جدا جدا ان احنا نتكلم انجليش كويس ونبدا نكون جمله بالانجليش، مش نفكر بالعربي ونترجمها حرف بالانجليش عشان كده هتطلع غلط. اكيد لازم نفكر بنكون الجملة باللغة اللي احنا بنتكلم بيها. فلازم ناخد بالنا من أول فكرة، والفيديوز التانية ممكن نتكلم فيها على الفكرة دي بأمثلة أكتر بحيث يبقى الفكرة استقرت عندنا قوي. لازم في الإنجليش لازم أحط كل جملة verb. مفيش جملة في الإنجليش إطلاقا ولا في أي لغة أوروبية غربية جملة مفيهاش فعل، مش ممكن. The table is big. تكون. The pen is red. The tree is green. لازم يكون الجملة فيها verb and so on. Thank you for now.